ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ودايما في احسن حال. النهارده هنعمل يا جماعه بجد وصفه حلوه قوي. انا من عشاق التشيز كيك عامه. النهارده هنعمل بقى كرامبل تشيز كيك فراوله، بجد حكايه. طعمها حلو قوي، شكلها حلو قوي، وسهله وبسيطه. واحلى حاجه ان هي بدون بسكوت. تعالوا بينا نشوف عملناها ازاي بالطريقه الحلوه قوي دي. مليانه فراوله كده من جوه، الكرامبل اللي من على الوش ومن تحت خطير. طبقه التشيز كيك كمان سهله وبسيطه وطعمها حلو قوي، مش بتاخد وقت نهائي في التحضير بتاعها. بس يا جماعه بجد بتطلع خرافه، حقيقي طعمها رهيب. ودي حرفيا غير اي تشيز كيك ممكن تكونوا انتوا جربتوها قبل كده. تعالوا بينا نشوف عملناها ازاي، ولو مشتركتوش في القناة اشتركوا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للوصفة. اول حاجة هنحضر طبقة الكرامبل، وعندي هنا بقى في البول هنحط الدقيق والسكر والسكر البني، وهنحط كمان بيكنج باودر. وهنبدأ كده بايدينا او بالمضرب الكهربائي، تبدأوا كده تقلبوهم مع بعض كويس قوي علشان السكر يندمج كويس قوي مع البيكنج باودر والدقيق. بعد ما هقلبهم كده كويس قوي بالمضرب زي ما انتم شايفين، والمكونات كلها تندمج والسكر البني كده مبقاش ليه اي اثر، هنزل على طول بزبدة تكون باردة. وممكن برضو نقلبها بايدينا كده او بالمضرب. واول ما تبدأ تختفي عندي الزبدة كلها خلاص تندمج مع الدقيق، هنزل على طول البيض والفانيليا، وهرجع تاني اضربهم. هلاقي بقى الخليط بتاعي بدأ يتكتل كده ويتحول كده للكرامبل زي ما انتم شايفين كده، ان هي تبقى قطع كده زي فتافيت الرمل كده بالظبط. هعرف واتاكد منين ان انا خلاص كده الخليط بتاعي كله بقى مظبوط وان هو واخد كميه الزبده الصح؟ باخد شويه من العجين وامسكهم كده اضغط عليهم، اول ما يتجمعوا يبقى كده هو الكرامبل بتاعي ماشي في المظبوط. هركنه على جنب، وتعالوا نحضر بقى طبقه التشيز. عندي في البول هنحط السكر والجبنه الكريمي وفانيليا، وهخفقهم مع بعض كويس قوي لغايه ما السكر كده يختفي تماما مع الجبنه. بعد كده هبدأ ازود بقى النشا. مش هنزود في النشا، انا هكتب لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. اول ما نلاقي كده القوام كده اندمج مع بعض وان السكر داب تماما كده في الجبنه، هنزل بقى النشا بتاعتنا وهرجع اقلبهم لغايه ما يختفوا تماما. بعد كده عندي بقى هنا 3 بيضات، هنبدأ بقى ننزل عليهم بيضة بيضة ونخفق ما بين كل بيضة وبيضة لغاية بس البيضة ما تختفي زي ما انتم شايفين بالظبط. واهم حاجة طبعا البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. هنزلهم واحدة واحدة، وكل ما بين واحدة واحدة بس عقبال ما تختفي بنزل التانية على طول. كده احنا خلصنا. اعتبر التشيز بتاعنا جاهز، زي ما قلت لكم بتحضر بجد في دقايق، ما بياخدش وقت خالص، بس بجد طعمه ونتيجته بيطلعوا مبهرين جدا. كده خلاص الخليط بتاع التشيز خلاص ركناه على جنب. هنجيب بقى صينيه التشيز، وانا مبطناها بورق زبده ودهناها كمان دهنه زبده، وحط لها الورق الفويل من تحت كده علشان خاطر هنحطها في حمام مائي. هننزل بقى نص الخليط بتاع الكرامبل، هنحطه كده من تحت في القاعده بتاعه التشيز بتاعه القالب يعني، وهبدا كده اضغط عليهم بقى بكوبايه او بايدينا كده. زي ما قلت لكم الكرامبل طالما احنا ضغطنا عليه واتجمع معانا بمنتهى السهوله، فهو هيتجمع معاكم ويعمل قاعده كده وياخد القالب ياخد شكل القالب بسهوله جدا. هنضغط عليه كويس قوي زي ما انتم شايفين كده من تحت عشان نكون طبقه. بصوا ما بتتحركش، مظبوطه اهي، تمام. بعد كده هننزل بقى عليه الخليط بتاع التشيز كله. في الوقت ده بقى هنكون بنسخن الفرن على درجة حرارة 180. هنحط شوية بس كده من الكرامبل كده على الوش، وبعد كده بقى هنحط الفراولة بتاعتنا. انا كان عندي فراولة متفرزة، ما كانش عندي للأسف فريش، فلو عندكم فريش هتبقى حلوة برضو، ولو عندكم متفرزة برضو مش هيبقى فيه اي مشكلة. اهم حاجة الفراولة تبقى كده حجمها صغير. فهبدأ بقى كده ارصها زي ما انتم شايفين، هحط طبقة كده من الفراولة.
بعد كده هبدأ بقى احط الطبقة بتاعة الكرامبل كلها، واغطي بقى كده الفراولة تماما زي ما انتوا شايفين. هنحط بقى الطبقة كلها، نحاول نوزعها ونحط بقى من الاطراف للنص لكله، يعني ما نسيبش حاجه خالص كده، الخليط يكون بتاع التشيز باين. عايزين نغطيه تماما هو والفراوله زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هنحطها بقى في الحمام المائي وندخلها الفرن على درجه حراره 180. هنغطي الوش بتاعها شويه بس عشان هي هتاخد وقت في الفرن، هتاخد ما بين 50 ل 60 دقيقه. فعشان الوش بتاعها ما يتحمرش بسرعه ويكون القالب بتاعها او لسه ما استوتش من جوه. وبعد كده اول ما خلاص نكشف عليها نلاقي خلاص بدأت تستوي من الاطراف، بدأت تستوي ياخد اللون الذهبي الخطير ده. بنرفع بقى الفويل من على وش التشيز ونسيبها بقى تستوي وتاخد وش خطير زي ما انتوا شايفين. اول حاجه لما تطلعوها من الفرن بتطلعوها طبعا من الصينيه، وبعد كده على طول بندخلها التلاجة. ضروري تقعد في التلاجة كمان كده حوالي نص ساعة. وبعد كده ابدأوا بقى قطعوها يا جماعة، بجد خطيرة. طبقات الفراولة مع الكرامبل تحفة زي ما انتوا شايفين كده، هي ماسكة نفسها وطعم الفراولة فيها ظاهر، شكله ظاهر وطعمها كمان حلو قوي. عايزين تزينوها بقى بأي اي حاجة من فوق زي ما انتوا عايزين. انا زينتها بشوية من سكر البودر مع شوية كده من الحليب، وعملنا كده صوص كده يكون تقيل شوية، وزيناها كده من على الوش. بجد يا جماعة طعمها حلو، شكلها حلو قوي في الصيف ده كمان كده منعشة. جربوها، الكرامبل طعمه حلو قوي مع الفراولة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك وما تنسوش تشتركوا في القناة.